تعالوا نعمل بسبوسة اقتصادية جدا بشوية مية وشوية زيت من غير لبن ولا سمنة خالص، وفي نفس الوقت طعمها حلو جدا وكمان طرية ومرملة. تعالوا نشوف الطريقة والمقادير. بس لو أول مرة تشوفوني، أنا أسماء شاور ودي قناتي. ما تنسوش تشتركوا في القناة لو عجبتكم، وكمان تحطولي لايك. هحتاج معايا هنا 3 كوبايات من السميد، والسميد هنا هيكون معايا وسط، ولا خشن ولا ناعم. الناعم هيطلع معانا البسبوسة شبه معجنة، فاحنا مش عايزينها كده خالص، والخشن برضو هيطلعها بصوا مرملة بزيادة قوي، اللي هو حبات السميد بتبقى كده حاسة بيها في بقك وانتي بتاكليها. فالوسط هو انسب حاجة للبسبوسة. هحط عليهم بقى كده 1.5 كوباية من السكر و3 معالق من جوز الهند، وممكن كمان تستغني عن جوز الهند لو مش حابة تحطيه. هقلبهم كده مع بعض كويس لحد ما يختلطوا مع بعض بالشكل ده. هكون عندي هنا مجهزة 1.25 كوباية من الزيت، ولو مش حابة تحط زيت ممكن تحط 1.25 كوباية من السمنة. انا حبيت النهاردة كده اعملها بالزيت تبقى اقتصادية على قد الايد، علشان اللي مش موجود عنده سمنة. هشرب بقى كده كل حبيبات السميد اللي عندي دي بالزيت او بالسمنة لو انتي هتحطي سمنة، وتقلبيهم كده كويس جدا. مش عايزة حباية واحدة معلهاش زيت. بعد ما قلبتهم كويس بالشكل ده، هيكون معايا هنا كوباية مية. مش حابة تحطي مية ممكن تستبدليها كده بكوباية لبن. هقلب كده السميد بالشكل ده لحد ما يشرب كوباية المية اللي انا ضفتها. انا مش هعجن خالص، التقليب كله هيبقى بالمعلقة زي ما انتوا شايفين، او لو هتقلبي بايدك يبقى باطراف صوابعك كده. انا مش عايزة عجن خالص في البسبوسة علشان ما تطلعش ناشفة مني، وكمان علشان لما اشربها كده الشربات بتاعها تشرب معايا الشربات وما تطلعش معايا كمان مكتومة. خلاص كده بعد ما اتأكدت ان هي اتقلبت كويس جدا وكمان كل الخليط كده تداخل في بعضه، هكون مجهزة معايا كده صينية دهنها بمعلقة سمنة. هفضي بقى كده كل الخليط اللي عندي في قلب الصينية، وابدأ اسويه كده بايدي علشان يبقى متساوي كله في قلب الصينية. هوزع بقى معايا كده الخليط في قلب الصينية علشان كله يبقى كده متساوي بالشكل ده، وتطلع كل القطع بتاعتي متساوية. هسويها بايدي زي ما انتوا شايفين كده، وبعد كده هاخد الصينيه دي واخبطها كده شويه علشان تبقى متساويه معايا كمان، وما يبقاش فيها فقاقيع هوا خالص. تعالوا بقى نشوف التسويه، علشان التسويه لها عامل كبير جدا في نجاح البسبوسه. هدخلها على درجه حراره 200 على فرن ساخن مسبقا. انا بدخلها على درجه حراره عاليه علشان البسبوسه ما تنشفش معايا، علشان البسبوسه تطلع معاكي طريه ما تقعدش ازيد من نص ساعه في الفرن. بولع الفرن من تحت، بس اول ما تاخد كده لون ذهبي غامق من الحروف بتاعتها بقفل من تحت واولع لها الشوايه من فوق علشان تحمر كمان من فوق وتاخد لون ذهبي حلو. دخلت البسبوسه كده الفرن. تعالوا بقى نجهز مع بعض الشربات. معايا هنا 1.5 كوباية من السكر، هحط عليهم كده 2 كوباية من الميه. هرفعهم بعد كده على النار، وهنا مش هقلب الشربات خالص غير لما يغلي معايا، علشان السكر ما يطلعش معايا على حروف الحله ويسكر مني. اديله كده تقليبه بسيطه كده في نص الحله علشان السكر ما يطلعش معايا على حروف الحله ويسكر. بعد ما يغلي كده بعصر عليه عصره نص ليمونه. ههدي النار عليه شويه، خليها كده متوسطه، وهحسب له 7 دقايق من ساعه ما يغلي، مش من ساعه ما حطيته على النار. خلاص البسبوسه طلعت معايا من الفرن وهي سخنه كده على طول، وكمان الشربات سخن بيغلي معايا بالشكل ده. هفضيه كده على البسبوسه. شايفين بقى بتشرب معايا ازاي الشربات؟ لازم كده الشربات يكون سخن وهي سخنة علشان تطلع معايا طرية. بعد ما فضيت عليها الشربات كده، انا هغطيها علشان وشها يفضل طري معايا وميبقاش الوش بتاعها ناشف. هسيبها كده حوالي 3 ساعات لحد كده ما تهدى معايا وتبرد وتبقى متماسكة مع بعضها. ويا سلام بقى لو سبتوها لتاني يوم كمان هتبقى تحفة، بس طبعا محدش هيستنى على البسبوسة لتاني يوم. اي حلويات كده تسيبيها لتاني يوم طعمها بيحلو اكتر من اول يوم. انا الصراحه سبتها ساعه واحده، ما قدرتش استنى اكتر من كده، وبدات بقى اقطعها متماسكه جدا وكمان طعمها حلو جدا. جربوها بقى وقولوا لي ايه رايكم. يا رب اكون فدتكم باي حاجه. اسيبكم في رعايه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.